أهلا بيكم. أنا هالة وده محتوى ببساطة. هنا بنحكي عن التاريخ وبنتكلم في العلم وبنقرب الأدب للناس من غير تعقيد ولا فلسفة زيادة. ببساطة الحكاية من أولها، وخلونا نفهم الموضوع ببساطة. أول فيديو هنبدأ بيه رحلتنا هو عن الحرب العالمية الأولى، الشرارة اللي ولعت القرن العشرين. قبل ما ندخل في تفاصيل الحرب العالمية الأولى لازم نعرف إننا مش بنتكلم عن حرب قديمة وعدت وخلاص، إحنا بنتكلم عن لحظة غيرت شكل العالم كله. حرب بدأت بشرارة صغيرة وانتهت بسقوط إمبراطوريات وولدت أزمات لسه عايشين أثرها لحد النهاردة. الحكاية من أولها مش معركة ولا سلاح، الحكاية فكرة، خوف، طمع وتحالفات معقدة انفجرت مرة واحدة. تقدروا تصدقوا إن حرب واحدة كانت السبب في سقوط إمبراطوريات وظهور دول جديدة وتمهيد الطريق لأكبر كارثة بعدها؟ الحرب دي كانت بداية كل اللي احنا عايشينه دلوقتي، الحرب اللي غيرت شكل العالم من غير ما الناس تحس. أهلا بكم في صفحتي، وأتمنى فيديوهاتي تعجبكم، وأتمنى تدعموني بلايك وفولو عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي بعد كده إن شاء الله. قبل سنة 1914 أوروبا كانت باينة إنها مستقرة ومتحضرة، قطارات ومصانع وجامعات وقصور، بس الحقيقة إن كل ده كان تحت السطح بس، لكنها كانت زي برميل البارود، لأن كان فيه 4 قنابل موجودة: القومية والاستعمار وسباق التسلح والتحالفات المعقدة. كل دولة كانت خايفة من التانية، وكل واحدة فيهم كانت مستنية غلطة للتانية، وأي شرارة صغيرة كانت كفيلة إنها تولع الدنيا. طب إيه بقى الشرارة اللي ولعت فتيل الحرب؟ الشرارة دي جت من مكان محدش كان متوقعه أبدا، مدينة اسمها سراييفو، تم فيها اغتيال ولي عهد النمسا الأرشيدوك فرانز فرديناند على إيد شاب صربي سنة 1914. حادثة واحدة بس خلت التحالفات اشتغلت زي الدومينو وخلت العالم كله دخل الحرب. العالم ساعتها اتقسم لمعسكرين كبار زي ما احنا عارفين: دول الحلفاء اللي هي بريطانيا وفرنسا وروسيا وبعد شوية أمريكا، ودول المحور اللي هما ألمانيا والنمسا والمجر والدولة العثمانية. الحرب ما كانتش في حتة واحدة، دي كانت في أوروبا والشرق الأوسط وكمان أفريقيا. أبشع حاجة في الحرب دي إنها كانت حرب خنادق، يعني جنود قاعدين شهور في طين بيموتوا من الجوع ومن الأمراض ومن القصف المستمر، والأسلحة كانت عبارة عن غازات سامة تخلي الإنسان يتخنق ويموت بالبطيء. الحرب دي قتلت أكتر من 20 مليون إنسان، مش جنود بس لكن مدنيين وعائلات ومدن كاملة. الناس كانت فاكرة إن الحرب بطولة، لكنهم اكتشفوا إنها كانت فعلا جحيم. الدولة العثمانية دخلت الحرب وهي أصلا ضعيفة، وفي الشرق الأوسط الحرب دي كانت بداية تقسيم ووعود كاذبة وخرائط اتعملت بالقلم والمسطرة. من الوعود دي كان وعد بلفور، وده كان واحد من أخطر نتائج الحرب ولسه أثره موجود لحد النهاردة. لو تحبوا أعمل فيديو لوحده عن وعد بلفور اكتبولي في الكومنتات. نيجي بقى لأمريكا اللي دخلت الحرب متأخر، بس دخولها قلب الموازين كلها، لأن هي كان معاها الفلوس والسلاح وجنود ودعم ضخم للحلفاء. ومن هنا ألمانيا بدأت تضعف لحد ما أعلنت الاستسلام سنة 1918، واتفرضت معاهدة فرساي اللي أذلت ألمانيا وخنقتها اقتصاديا. الحرب خلصت سنة 1918، بس السلام كان قاسي جدا، عشان زي ما قلنا اتفرضت معاهدة فرساي اللي أذلت ألمانيا من تعويضات وفقدان أراضي وإهانة وطنية، والغضب اللي اتزرع وقتها وطلع بعد سنين في صورة هتلر وحرب عالمية تانية. ليه بقى الحرب العالمية الأولى دي كانت مهمة؟ لأنها أنهت إمبراطوريات ورسمت حدود دول وخلقت أحقاد وغيرت مفهوم الحرب للأبد، ولأنها ما كانتش مجرد تاريخ، دي كانت جذور واقعنا اللي احنا عايشينه لحد النهاردة. لو حابين
فيديو عن الدولة العثمانية أو معاهدة فرساي أو وعد بلفور أو عن أي شخصية من شخصيات الحرب، اكتبولي في الكومنتات واعملوا لايك لو حابين إن السلسلة تكمل.